انتو فرج المنتظر يا النور عتير الدين بصر يا يوسف يعود ارجع يا مرور. المصنف في الأحاديث والآثار. المؤلف أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العكسي. تقديم وضبط كمال يوسف الحوت. الجزء الثاني. الناشر دار التاج. صفحة 108. حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال حدثنا عبد الرحمن بن معقل قال صليت مع علي صلاة الغداء قال فقنت فقال في قنوته اللهم عليك بمعاوية وأشياعه وعمرو بن العاص وأشياعه وأبي السلمي وأشياعه وعبد الله بن قيس وأشياعه. المصنف لابن أبي شيبة. المحقق سعد بن نصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري. المجلد الخامس. الناشر دار كنوز إشبيلية للنشر وتوزيع. صفحة 7. حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال حدثنا عبد الرحمن بن معقل قال صليت مع علي صلاة الغداء قال فقنت فقال في قنوته اللهم عليك بمعاوية وأشياعه وعمرو بن العاص وأشياعه وأبا الأعور السلمي وأشياعه وعبد الله بن قيس وأشياعه. تعليق المحقق صحيح. ما صح من آثار الصحابة في الفقه. المؤلف زكريا بن غلام قادر الباكستاني. أخ يسأل فيقول كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه لمؤلفه الشيخ زكريا غلام الباكستاني، هل يمكن الاعتماد على تصحيحه؟ نعم، واعتمد على تصحيحات العلماء المعاصرين ومنهم شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. كتابه جيد وأخونا طالب علم مكين، أسأل الله أن ينفع به. ما صح من آثار الصحابة في الفقه. المجلد الأول. الناشر دار الخراز. صفحة 287. باب الدعاء في الصلاة. عن عبد الرحمن بن معقل قال صليت مع علي صلاة الغداء. صفحة 288. قال فقنت فقال في قنوته اللهم عليك بمعاوية وأشياعه وأبا السلمي وأشياعه. تعليق المحقق صحيح. العتيق. مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جمع وتصنيف محمد بن مبارك حكيمي. الكتاب السادس. كتاب القنوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. صفحة 20. حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال حدثنا عبد الرحمن بن معقل قال صليت مع علي صلاة الغداء قال فقنت فقال في قنوته اللهم عليك بمعاوية وأشياعه. صفحة 21. وعمرو بن العاص وأشياعه وأبا الأعور السلمي وأشياعه وعبد الله بن قيس وأشياعه. تعليق المحقق. سند صحيح.